بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، أعلن رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء اليوم عن مجموعة من القرارات الهامة التي تخص مختلف القطاعات، ومن بينها ونقرأ في بيان لمجلس الوزراء. ترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وعروض تخص إدماج الأساتذة المتعاقدين والمؤثرات العقلية ونتائج الاستشارة الدولية بشأن استيراد المواشي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكذا تخفيضات أسعار النقل لفائدة الجالية الوطنية. وقد عرض السيد الوزير النشاط الحكومة في الأسبوعين الأخير بالإضافة إلى مداخلة السيد الوزراء حول مشاريع قانون العروض. أرسل السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات التوجيهات الآلية بخصوص إدماج الأساتذة المتعاقدين. وافق السيد رئيس الجمهورية على إدماج 82,410 أستاذ متعاقد في مختلف الأدوار التالية، مواصلة للوفاء بالتزاماتهم مع أسرة القطاع التربوي وتوفير لمهنة المربين ودورهم في بناء وتحسين النشء. يأتي هذا بعد عملية إدماج سابقة شملت 62 ألف أستاذ متعاقد، ليصل المجموع إلى إدماج 144,410 ألف أستاذ في كل الأطوار. مبروك للأساتذة المتعاقدين، وألف تقدير على هذا القرار الهام.